كلام كثير جدا خلال المرحله الماضيه عن رحيل فييرا لتدريب المنتخب الكويتي واستقرار اداره نادي الزمالك على البديل، تعليق حضرتك؟ والله انا طبعا ده رايي الشخصي، طبعا ده مش راي، ده راي مجلس الاداره وراي لجنه الكوره، لكن انا رايي الشخصي ان فييرا حتى لهذه اللحظه لم يوقع لاي فريق سواء للكويت او غير الكويت، ما وقعش، ولكن هو بيقول انه عنده ظروف خاصه باسرته وكلام من ده. هل هو مبيت النيه او هو مصمم على ان هو يمشي، ولا ممكن اما يقعدوا معاه يقتنع ويكمل؟ طبعا مجلس الاداره عايز الاستقرار، عايز المدرب يبقى موجود، بيعمل المستحيل عشان يكون موجود، فده هيبان لما يرجع ان شاء الله بعد الاجازه، هيقعدوا معاه ويحاولوا يحسموا هذا الامر. بصراحه هل استقر مجلس الاداره على البديل؟ لا ما لحقش لسه، البديل لسه ما لحقناش، احنا هنستقر على بديل والراجل لسه موجود، الراجل لسه عقده ما انتهاش، ومين قال لك ان هو هيمشي؟ ما يجوز يكون بيقول كلام كده، يجوز بيضغط على الاداره عشان مثلا امور ماليه، متاخرات اللعيبه، يجوز، لكن ما نقدرش نحسمها. هو حتى هذه اللحظه لما احنا فهمنا منه ان هو ما وقعش. طيب هل هو مصمم او مش مصمم؟ هيبان بعد ما انت شعورك ايه؟ والله انا شايف ان هو له بعض المتطلبات، ولو مجلس الاداره ان شاء الله حققها له ممكن يكمل. ده رايي. المجلس استقر على موعد بدايه الانتخابات؟ المجلس بعت للجهه الاداريه ان هو الانتخابات يوم 26 و27 على اساس 27 اغسطس 9 على اساس سبتمبر مش اغسطس، على اساس اللي هو مجلس منتخب من الجمعيه العموميه مش لجنه، طبقا للماده 48. ليه؟ لعلمك هقول لك حاجه.